أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قالي تماشبان هجا صحبتا ميا فقه دست بکر ام هفتیا دی هاتوین لسر شرط میجا جمعه، شرط چارا، شرط صحت میجا جمعه حتی کو صحیح به شرط چارا مگو گره دباجار کی ده حبه کی زیادتر جمعه نه کرنه. وقت دو جمعه سه جمعه چند جمعه به کرنه به احتیاجی به دبی میجا توا وچاق جمعه توا بطال دبی گره مطلقا الجورا مذهب الشافعي نيفرو بكن ميجا قيا نيفرو عودة بكنا أفشرت يعني الجورا مذهب الشافعية إذا الدليل واتشيا دليل ما شافعي تشيا كماد بيجن وقتش احتياجي زيادة به وجرا ميجا جمعة باجار كده الشيكي زيادة نيكرن دليل واجي أبد بيجي كمكيت عصر پیامبر علیه السلام ده وعصر خلفای راشدین ده وحتى عصر تابعین ده جي هر باجاری ده یک جی تنه جمعه دهاتا کرنه. امام شافعی وصاد بیجه ده بیجه یک باجاری ده جامعه کی مزن هبی جره دوتانا المسجد الجامع حال ویده ده میجا جمعه تنه دکرن باشقه جمعه جامعه دیتر ده ند کرن. جامعه دیتر میجه خوی فرس میجه دیتر و جامعه داد کرن اما مسجد الجامع جی جمعه بی تمام باجر جی کی ده توب دبین میجا جمعه دکرن. بخاری مسلم هر کاجی روایت کریه شدیام عایشه رضی الله عنها بجی قالت كان الناس يتنابون يوم الجمعة من منازلهم العوالي. ديام عائشة بجي انسان رجع جمعه اش بيد هاتنا مدينة يعني اطراف مدينة دهاتن مدينة تفات یک جامعه ده میجا جمعه دکرن ش منزل خو جیه خو شمال خو دهاتن مدینه المشت کرن والعوالش عوالیه دهاتنش عوالی جنابه جی کی شرق مدینه دمنه قدر 3 میلا 4 میلاش مدینه دور بی اهل عوالی اجی تف دهاتن مدینه میجا خویا جمعه دکرن تفات یک جیدت کرن یعنی دوره پیامبر ده دو جیاده میجا جمعه نهات کرنه. ديسا بخاري رواتكياش ابن عباسي أنه قالت بجي إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسة من البحرين. بجي أول جمعة هاتي كرنة بشتي جمعة بهم السلام يعني بانسام جمعة كي المدينة كر أما بشتي جمعة هاتي كرنة البحرين جواسانا في جندي كيال وي جندي ده جمعه هاتیا کرنه یعنی پشت پیامبر اسلام جمعه الجی کی دی هات بکرنه او جیل بجل بحرین ناوی مملکت کیا جواسا جی ناوی گندی کیویا هات بلیو گندی دا جمعه دوی پشت جمعه پسام هاتیا کرنه. demek ki yani evci delilet vakti Peygamber Aleyhisselam da tüccal dücca ve hevre cum'a ne hat bikirine yani Medine'de hikmet o veci evaku چمکی مقصد جمعه اوه کو تمام مسلمان جی کی توبن جبوی مثلا یکیتا مسلمان وحدت مسلمان به شعار وحدت به مسلمان تفجی کی توبن و گجن هف و میج بکن اوی شعار وحدت یا علامت یکیتیه یا مسلمان یا وقتی که مثلا هر جامعه کی در جمعه کی بکرن دمکی اوی دبسته به فرقت شقاق بهفچونه جبروی قاسی حکمت کی میجا جمعه او کو مسلمان تفجی کی ده توبن کلمه واجه یک به یکیتیا و هبه تفریقا و فرقت نکبنا بینواده حکمت کی ابا يعني جبروي قاسي دورة پیغمبر علیه السلام و حتی دورة خلفای راشدین ده جی باجارت کی ده یک جمعه زیاتر ندهاتا کرنه. فرض جمعه مثلا جمعه دو رکن اساسی جمعه هنه دو رکن اساسی میجا جمعه هنه یک جی گره دو خطبه بین کرن
جمعه ده دو خطبه بين خواندنه و یک جه گره دو رکعت لمیج جماعتی بکرنه اف هر دو رکنه اساس میجا جمعه نه یعنی هم خطبه جی و هم دو رکعت میجا جمعه جی اف فرضن مثلا خطبه شرط هر دو خطبه جی دو خطبه بین خواندن گره مطلقه بین خواندن چون که هر دو خطبه کردن جی هر دو رکعت میجا نیورو مثلا میجا نیورو 4 رکعته میجا جمعه جی 2 رکعتن جا جبر کو اب هر دو خطبه کردن به هر دو رکعت میجا نیورو ده جبر قاسی خطبه جی کی 2 رکعت میجا ته حسابه یعنی اوجی شرط کی میجا جمعه نه یعنی رکنه کی میجا جمعه نه بجا شرط و هر دو خطبه جی هيا قالوا شرط واشنا حتى كاف خطبه بينجي شرط اول جرى خطيب اكو خطبه تخونه نابين هر دو خطبه درونه يعني نابين هر دو خطبه درونه خطبه کی خلاص كده نابين هر دو خطبه درونه اف شرط کی ويه و جرى یک جه شپیا خطبه بخونه يعني شرط کی خطيب او کو هر دو خطبه شپیا بخونه نابين هر دو خطبه دجيرونه وذلك لما رواه مسلم ديلا بجي أبا چمكي مسلم روایت كيا صحيح خدا عن جابر بن سمرة رضي عنه جابر كوري سمرة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما دوی پیامبر سلام هر دو خطبه خواندن نابین هر دو خطبه در روتنشت و کان یخطب قائما دوی پیامبر خودش پیاتی خطبه خود خواند پیاتی خطبه خود خواند دیسا بخاری مسلم روایت کیش ابن عمر رضی عنه قال قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما بجي پیامبر سلام شپیاتی خطبه خواندیه ثم يقعد بشر روتنش نابین هر دو خطبه ده ثم يقوم چم بشر رادبی خطبه دوی شپیاتی تخوان كما تفعلون الان چوانه هن ویگا وصا خطبه تخوانن دمکی شرط کی خطبه گره مطلقا مروف شپیا بخوانه نابین هر دو خطبه ده جی رونه اف شرط کی خطبه شرط دوا ان لا تؤخر عن الصلاة گره خطبه پشت لمیجه نه خواندن بریا میجه خطبه بخواندنه یعنی تدی میجه عیده خطبه پشت لمیجه عیده تخواندن لامات میجه جمعه ده گره مطلقا بر لمیجه خطبه بخواندنه چمکی اف حدیثت حق جمعه ده هاتی و اجماع مسلمان سر تف سبه چی بیا گوتیا گره مطلقا خطبه بر لمیجه بخواندنه شرط سسیا گره خطیب اکو خطبه تخونه یعنی دستمیجا بچوک و مازن تمیز به پاکش به نه به دستمیج به نه جنابتلی به و گره نجاست جلوی ده تونه به او نجاست کو عفو جتونه گره بدناوی ده جلوی ده جیه کو خطبه تخونه وانا ده نجاست تونه به و گره عورت ویجی ستار به چم که خطبه جوه کی لمیجه چا میجه ده مثلا گره جلمو پاکش بن بدنمو پاکش به و مروف دستمیج به جیه مروف تید سکنه لمشت که گره تمیز به پاکش به گره خطبه جی عینی بوی شکلی وره خواندنه و گره عورت مروف جی ستار به ایکو خطبه تخونه گره عورت جی ستار به چمکی به خطبه جوه کی لمیجه یعنی فرقا خطبه لمیجه ناکه چمکی هر دو خطبه کفن جیه هر دو رکعات میجه نیروده چه شرطه مثلا میجه ده مثلا گره معروف به دستمیج نبه معروف جنابتلی نبه گره جله معروف طاهر بن بدن معروف طاهر به مکان معروف تمیشتی طاهر به هاویش وی شکلی گره معروف خطبه جب خوینه عینی هر تشته معروف طاهر بن معروف به دستمیج نبه شرط چهارا گره ارکان خطبه عربی بخواندنه یعنی ارکان خطبه گره عربی بخواندنه نه ترکی نه کرمانجی نه لغت کی دیتر یعنی خطیب گره مطلقا ارکان خطبه تدی 5 حب رکن خطبه هنه اف ارکان خطبه گره مطلقا عربی بخواندن ترکیتی و یا خود کرمانجیتی بشکل کی دی نه خواندنه مثلا ارکان خطبه گره حمد بکرن صلوات سر پیامبره افجر رکن دعایا مثلا توصیه تقواتیه افجر رکن استا مثلا یک جگه هر دو خطبه ده آیت کی بخواندن و یک جگه خطبه ثانی ده معروف دعایش مسلمان عرب که
هر پنج ارکان خطبه گره مطلقا عربی ورن خواندن، کرمانجی ترکی نه خواندنه. هر نقدر مثلا وانی کو گوداری خطبه کن فهم نکن جی گره مطلقا دیسا ارکان خطبه عربی بین خواندنه. اگه کس عربی نزانن عربی بخوانن و زمانی که وصا در باز به ممکنه که خود بعلمینن و خود نعلمان نه به تف به گناهکار دبن گره میجا خواه نیرو بکن میجا جمعه جی نصحیحه. اگه امکانه و هبه خود بعلمین عربی امام خطیب جو خود بعلمین و خود نعلمان دیا و جمعه و هات و هجا خود نعلمان دین امکان جی کته دستی ها دبه تف به گناهکار دبن و جمعه واجی نصحیحه گره میجا خواه نیرو بکن میجا خود بیج نکن. اما وقتی که زمان که وصا امکانه و تو نبه زمان که وصا هندک سوار در باز بیا نممکن بیا که زمانی دو خواه بعلمین عربی ایوی چاخی تکام زمان خواهی و ارکان خود بخوینن و میجا جمعه واجی صحیحه. شرط پنجای هر دو خطبه گره نبین هر دو خطبه و لمیجه و یا خود نبین هر دو خطبه بخواه آرای زحم نیخته دیگر مغالات شیبه، یعنی زیده طول الفصل نخه نبین لمیج و خطبه ده و یا خود نبین هر دو خطبه ده گره زیده یعنی طول الفصل نخه نبین واده. اگر طول الفصل که وصاب که نبین هر دو خطبه ده و یا خود نبین خطبه و لمیج ده مثلا دیالم امام خطبه کی بخونه رونه رابط رونشتی صحبت کی بکی و نکا رابط خطبه دیتر بخونه هاوسا نابه و یا خود مثلا پشته خطبه دوی خلاص کرد و رابط دریش خبر بده مجول به و نکا رابط میجا خب که هاد به افجی رکنه کی خطبه هنگی و چاقی بطال ده گرش نکا و خطبه خد دست به بکی بخونه. یعنی وقت فاصل زده چه به آرا زحف کته زمانی که زحف نبین هر دو خطبه و میجه ده درباز بی ایوی چاقی او خطبه و دفوته گره دیسا خطبه کی نو بخونه و طول الفصل نخ نبین هر دو خطبه و میجه ده نکا رابط میجه خب که. اگر تشکیو ساعت چه بی و زمان نکارن دیسا گری و بین خطبه بخونن و میج بکنه ایوی زمان اصلا نمایا و وقت عصری وره ایوی چاقی گره میجه نیو بکن. ایششا گره ارکان خطبه 40 حب سحب کن، یعنی 40 حب ارکان خطبه سحب کن، یعنی ایکوتینا خطبه گره ان آس ارکان و 40 حب سحب کن. وجه ارکان خطبه چنه؟ ارکان خطبه مثلا یک جه سر خطبه ده حمد بکن افرکونه کی خطبه یعنی بجه الحمدلله اسم الحمدلله نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوب الیه اف رکنه کی خطبه یا مطلقا سر خطبه ده حمد بکرنه حتی سر هر دو خطبه ده اف سر هر دو خطبه ده گره حمد بکرنه. اید دعا ارکان خطبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي سياق من الصلوات گره صلوات لسر پیغمبر بدن یعنی چه شکلی صلوات به یعنی گره صلوات لسر پیغمبر افجر رکنه کی خطبه وقتی صلوات نه کرن دیس او خطبه نصحیحه بجا گره ناو پیغمبر علیه السلام به ذکر کرنه اللهم صل علی محمد اللهم صل علی النبی علی الرسول یعنی اگه افصا نکو بضمیر راجع باله بکی بجه الصلاة علیه اوصا چه ناوه گه الصلاة علی محمد اللهم صل علی محمد اگه بوی شکلی ناو پیغمبر صریحا به ذکر کرنه یعنی اگه ضمیر راجع باله بکی دیسا چه ناوه اللهم صل علیه چه ناوه. اساسا توصیه تقواتیه افجی هر دو خطبه ده گره بکرنه یعنی هم خطبه اول ده هم خطبه ثانی ده و توصیه حقیه یعنی بجا اوصیکم بتقوى الله و یاخد اتقوا الله یعنی صيغه تقواتیه که چهنه توصیه چهنه مروا صيغه توصیه تقواتیه که مرو یکی جوانا بجا افجی رکنه کی خطبه نه بجد هر سه رکنه هنه گرد هر دو خطبه ده بگوتنه هم حمد هم صلات هم توصیه تقواتیه گرل هر دو خطبه دجی اف هر سه رکن هنه بنجی ای چارا خواندن آیات کش قرآن هر دو خطبه یک هر دو خطبه ده یا خطبه اول ده یا خطبه دو ده فرق ناکه وقتی خطبه دو دجی آیات کی بخونه دیسا تیجی و یا خود خطبه اول دجی بخونه تیجی
اما به شرطك او آيات قرآن معناه بفهم كرنه نوكي مثلا وآيات حروف مقطع به مثلا سري سورة هذا حاميم ألف لام ميم حام مثلا كاف ها يا عين صاد ياسين طه نوكي حروف مقطع به يعني آيات كي مثلا إن الدين عند الله الإسلام مثلا آيات كي وصا جرى مطلقة كوبي فهمه نوكي حروف مقطع به الهردو خطبة دا يا خطبة أول دا يا خطبة ثاني دا آيات كي وصاب خينه اي بينجا جرى دعاء مؤمن عربيكيت خطبة ثاني دا دمكي اف هردو شرطه هنه يعني خلنا آيات كي چه خطبة أول دا بيت شيا دو دا بفرقنا كي ديسا اف تيجي ركن تيجي اما الدعاء جرى خطبة ثاني دا به جرى الدعاء خطبة ثاني دا شمو من عربيكي يعني وقت يكون عرفا بيجي والله في دعاء مثلا بيجي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات او بشكل دعاء شمو من عربيكي افجي فرضه جرى خطبة ثاني دا في دعاء بكي بجا ماقو دو ركن اساسي ميجا جمعي هنا يك جي جرى دو خطبة مطلقة بين خواندن ما شرط وشروط خطبة جي قود ايد دعاء جرى دو ركعات الميج جماعات كي بكرن دو ركعات الميجا جمعي جماعات كي بكرن روى النسائي روايات كي عن عمر رضي الله عنه قال نسائيش حضرت عمر روايات كي بيجي صلاة بهما سام قوتيا حضرت عمر قوتيا صلاة الجمعة جمعة ركعتان حضرت عمر بيجي ميجا جمعي دو ركعات على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يعني بيجي أفساد زمان پیغمبر از بيت بيجم سال زمان پیغمبر عليه الصلاة والسلام از بيت بيجم دمكي ميجا جمعي دو ركعات وجماعات كي مروا بكي وجاء في حديث أبي داود السابق ديس حديث أبي داود هاتيا بريخان بجاء الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعته بالجمعة حقك واجبة لسر هر مسلماني جماعت كي ميجا جمعي بكي الجماعات كي بكرن جرى مطلقة ميجا جمعي جماعت كي بكرن إجماع أمتي سر بيت شي بيه يعني تنب سر يخا مرم نكار ميجا جمعي بكي اما معروف كان قد يجي جماعته وقت معروف ركعات كده جبقي جماعته ديسا جماعته مو تيجي اگر ركعات كده معروف جهشت امام شخص جماعه معروف تيجي معروف الرابط بيشتينجي ركعات كده جبقي تماما وإلا اگر معروف ركعات كده نجي امام ويشاخي معروف ميجا نيفو بكي ميجا نيفو بكي معروف ميجا جمعي ناكي وحتى دبيفاني كو بيجي ركعات كي جار نشت شل حبا كيم تربن چونكي چل حواكيم تجي وقت ناجيجن ركعات كي ميجا ويا جمعي نصيحة حبك تنجي كيم بلسان صحيحة القراء مذهب الشافعي مثلا اگر يكي بشرة ركعات دويدا هات جامعية وركعات دويدا جهشت امام ميجا صحيحة وبشت السلام امام رابع ركعات كي ديش خرابكي اما بشت كو امام سلام امامي بجيج ركعات كي مثلا بشت سلام امام يا رب ركعت كي ديش خرا بكي وسلام خابده جمعوي صحيحه اما وقت يكون بشت ركوعات دوي رابط بيجي امام مثلا امام ركعات دوي ده شو ركوعي رابي نيكو كي هات نيته خبياني چونكي حتى مرف نجي ركوعي مرف نجي ركعت كي وقت بيجي ركوعي او ركعات زيرته حسابه امام در بيجي ركوعي وشاخي ركعت كي حسابه بشت سلام امام رب ركعت كي ديجي بكي اما بشتي ركوعة امام ركوعة دوي رابي ويكي هاد نيتا خبي امام اني هاوي شاخي او مروف وميجا خويا نيفرو بكي هر نقدر نيتا جمعي جيلي انيا بشتي السلام امام رابي 4 ركعات ميجا نيفرو بكي چونكي ميجاوي نصحيحه يعني مطلقه ركعات كي مروف بكي امام حتى جمعه مروف صحيح به يجبر بمسد بيجي لو اقتدى المصلون بالامام في الجمعه اجواني كو بي امام مشتين رجع جمعي بي اقتداء بامام انين نيتا جماعتي بي امام انين ويتموا معه ركعه مثلا ركعت كي بي امام تمام كرن ثم ترى السبب اقتضى مفارقه المصلين او بعضهم للامام بش السبب كي تشبي حتى مجبوب كو مفارقه امام كرن
ركعتي كرن أما بشر هدي دوام نكرن مفارقات إمام كرن رابين تنش خرب سريخة ركعات دي تجي كرن هر كس رابيش خرب ركعتي دي تركه جمعة صحيحة أما أجرش بريار ركعات أول سبب كي وصل شبه نيات آنين هي ركعات خود تمام نكرين وسبب كي وصل شبه كو مفارقات إمام كرن أو شاخي ميجا ويا جمعة صحيحة جرا مطلقة أو ميجا نيروب كنا چونکی جرا مطلقة ميجا جمعة بإمام را جراس ركعات كي بكرنه أو ركعات كي بإمام را نيكرن أو جمعة صحيحة جرا مطلقة بشر ميجا خويا نيروب بكن ميجا جمعة نكارم بكن ديلا فيجي شاو نسائي روات كي ابن ماجه دار خطنيش ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها بجيكو ركعت كي بيجي ميجا جمعة فليضيف إليها أخرى بجي بلا ركعت كي تجي مثلا ركعت جهشت إمام بلا ركعت كي تيجي بس إمام سلام إمام رابع بكي وقد تم صلاته ميجاوي تماما يعني الجمعة صحيحة يعني وقت ركعت كي بإمام ربكي ركعت دي تجي بلا رابش خد تنش خرا وركعت بكي جمعة صحيحة أما هناكي آداب جمعة بخوانن آداب جمعة سنة جمعة كاتشنا جلو سنة جمعة جرا معروف بين الجي معروف نين الجي لا ما معروف خيراي محمد مينه يعني وقت معروف واسنة بكي معروف دجاجة خيرا واسنة يكجي آداب جمعة سنة جمعة غسلة يعني معروف هنا شوي ميجا جمعة معروف خبشو أبجي سنة كي ميجا جمعية چمكي حديث هاد بجي إذا جاء أحدكم من الجمعة فليغتسل بجي أجر إيك جوا هاتا ميجا جمعة بلا خبشو نكهر ميجا جمعة بلا أجر هنا كي جوا چونا ميجا جمعة بلا خبشو تديف أمر هيا لأمر ندبية نا أمر وجوبية فمثلا قلت بالمطلق بلا خبشو أما أمر ندبية چمكي حديث كي تر هيا دلالة دكي كو غسل خاص كد بجي اف عامة لبلبس خاص كد بجي نكو يعني واجبية بلكي اف ندبية يعني اف چماش امر هنش وجوبي هات كد درخستن بال سنة و بال ندبه و چمكي حديث كي صار ترمزي روات كد بجي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل بجي كسي كو روجا جمعه دسميش بجري خب سنة جرتية خب سنة عمل كيا ونعمة السنة الوضوء يعني دسميش سنة كي زعف قنجة دسميش سنة كي قنجة باشا جو من اغتسل فالغسل أفضل أما كي خوا بشوي شوشتن دسميش ده أفضل ترى بجفرت أف حديثة هني دلالت كي كو غسل نواجبه بلكي مندوبة سنته ايد دوا آداب ميجا جمعه سنته معروف جسد خوا پاقش بكيش قريجي اش بينا نخوش ومعروف بينا خوش خخي معروف بري مثلا دهن پرچا سري خوا ريه خوا دخستانا يعني سنة دي ساو سابقين چما جي جبوي انسان ازيتش معروف نبينه جبوي محبته معروف نبين انسان ده چيبه يعني و آداب هنه معروف بين جي جبوي مثلا كس ازيتش مو نبينه وقت معروف بينا نخوش معروف هر الجامعه يو شاخي معروف ازيت دت حواله خو تدي حديث ده جهه پیغمبر سان بجه اكو تشتي بينا بينجيبه و كيسيو بيوازا خاربه بلا نيزنگ جامعه ما نبه يعني جبروه بلا تشتي وصاب بينا نخوش بدنا معروف نه و خوش ده معروف نه يعني حتى انسان كي و مثلا سير خاربه رخصت جرا هيات كارنا چميجا جمعه جي لما بلاش نكوش قصدي خاربه يعني جبوينا چميجا جمعه خاربه نوصا لما جبيرا كريا مثلا سير خارنا بينج دويته جبيرا كي ويشاخيت كار بلا نچ ميجا جمعه رخصت جرا هيا جبوي ازيتنا ده مسلمانا يسا بخاري روایت که سلمان فارسی رضی الله عنه كما سام قلت
لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. دبي إنسان كي رجع جمعة خاب بشو ودسمه جها قشك بجري وأجر دهنه هبه ريا خاب پورا خاب لا بخي وبلا بينا خوش خاخي يعني كوصا بكي بشتهر مجا جمعة وزوري نكبنا بين الضحبة دا عليك جيواج وهنا نستيني ثم يصلي ما كتب له تشتكو خدجة فرسي أو جرابه مجا جمعة بكي يعني مجا خويا سنات بكي روني ثم ينصت إذا تكلم الإمام وقت إمام شو صار خطبة خبر دا خطبة خوان بلا وجه سكوت بكي إلا غفر له ما بين الجمعة الأخرى إلا خدا أو جنهنا بين هردو جمعة تيكران خدا وجنها تبع عفوتك أما جنه صغار بتشجنا كو جنه كبار مازن يعني أبجد با دليل أبجد با سبب عفو كنا جنه مرة بتشج نبين هردو خطبة الجمعة وقت أو جنه بين كرنه مرة في شكل هر الجمعة جنه معروف بعفو دبن جنه معروف نبين هردو جمعة كي بعفو دبن يعني معروف خبشي مربع سنة بينجة معروف خب باقش بكي بينا خوش تخخه معروف أزيت إنا دكاسكي معروف قهدايا خطبة بكي ها پیامبر مد بيجي نبين هردو خطبة يعني چه جنه آتي كيرن جنه بچيك خداوا جنها عفو دكي جفر ده صحبت آمايا فقه خلاص بي حتى صحبتك يترن تب من خير وخشيدة أمانات خدا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.